السلام عليكم ورحمة الله. طبعا إذا عندك ماكينة مال لحيم تحتاج هذا القناع الإلكتروني يفيدك كلش ويغنيك عن النظارات ويحمي وجهك من الأشعة. بس العيب الوحيد اللي ما بيه لا تضطر بأنه تشغل شمعة أو يعني إضاءة أو يعني بكان مضيء. فإن شاء الله بهذا الفيديو راح نصنع لايت ونربطه بالخوذة. إذا تحب تشوف اللايت شلون صنعناه تابع الفيديو للنهاية. طبعا بداية نجيب هذا اللايت شحن بنفس الوقت 220 يعني اي سي ودي سي يشتغل اي سي ودي سي. طبعا هذا معطل عندي، فهذا اللايت راح نضيف له بطارية وبي ام اس ونشغله من جديد. طبعا اني هذا اللايت فاتحه مسبقا يعني وفاحصه بس اختصارا للوقت. طبعا عندي الكرت مالته ضارب هنا، ضارب هذا، وهاي البطارية طبعا هذه تعبانة، هاي البطارية جافة بسرعة تهبط، فهاي راح نذبها. راح نحتاج فقط هذا وهذا الزر مال التشغيل فقط راح نستخدم من عنده. نجي نفحص، نجيب هذا 3.7/10 3.7/10 فولت لايت، يعني السالب على السالب والموجب على الموجب. طبعا هاي البطارية من اثناء الشحن تحتاج بي ام اس. بي ام اس هذا يراقب الشحن، لان هاي البطاريات الليثيوم خاصة الليثيوم ما تنشحن مباشرة من الشاحنة، لان هاي تنفجر، فيخلوا لها يعني بي ام اس. البي ام اس يراقب الشحن، والبي ام اس تقدر مثلا تحصله من بطارية الهاتف، مثل هذه البطارية، هذا البي ام اس الفوق اللي عندك، هذا تقدر تاخذ الفوق وتستخدمه. بطاريات هواي تقدر تحصل البي ام اس. هذا بي ام اس، عندنا هذا بي ام اس مال بطارية، هذا بي ام اس مال بطارية، عندنا هذا البي ام اس مال بطارية، وعندنا هذا البي ام اس جاهز، يعني مبين الاوت الانبوت والاوتبوت وشاحنته، هاي العادية شاحنته جاهز، تقدر بس تشده وتشحنه بشاحنة مال التليفون. بس احنا ما نريد يعني نعقد الامور يعني عليكم، تقدر بسهولة مثلا يعني بسهولة تجيب البي ام اس. قالك بطارية تعبانة قديمة يعني ذابها انت ما تريدها، تقدر تاخذ من عندها البي ام اس مالتها وتقدر تستخدمه. تمام. وعندك هاي البطارية ايضا هم بطارية مال لابتوب قديمة، عندك بطارية مال دريل عطلانة وذابها يعني بيها خلايا واقفة، تقدر تفحص الخلايا تشتغل وتستخدمها. فانا بهذا الفيديو طبعا للسهولة راح استخدم هذا البي ام اس على مود ما تدوخون، هو سهل يعني الربط مالته كلش سهل. مبين هذا البي زائد، ومن هنا البي سالب. طبعا هنا حاليا لحمناه موجب على الموجب والسالب على السالب. بقت عندنا منفذ الشحن، هذا عندنا هذا الزر مالته نفسه بس نقطعه من الخلف. ما دام وصلت لهذا الجزء من الفيديو خلينا لايك حلو مثلك، لا تنسى الاشتراك اذا ما مشترك، فضلا وليس امرا. طبعا منا يعني قطعنا التوصيل للخارطة على مود لا يوصل للخارطة، يعني قطعنا المسار مال الزر نفسه، يعني ظل مستقل، يعني وحده يشتغل. احد اطراف الزر راح نربطه باللايت.
بهذا الشكل صارت عندنا. طبعا ربطناه. على الزر مستقل مثل ما قلنا. الفيشة بدك هذا الموجب وهذا السالب. قعدناه بهذا الشكل. هنا البي سالب والبي موجب. نربط عليهن أسلاك الشحن الجايات من الفيشة. هسه عندنا طبعا الدائرة خلصت عندنا. هاي الفيشة تقعد هنا. هاي نشدها بالشاحنة. عندك واير مثلا، واير تعبان، تقدر تقطعه، تقدر تقطع من صفحة وتشده على الشاحنة وتشده بالفيشة. الحار على الحار والبارد على البارد. طبعا هنا عندنا اكتمل اللايت مال الخوذة. فقط اكو شغلة وحدة ماك سويناها يعني قدام الكاميرا. بهذا الفيديو يعني ما سويناها. هذا الليد، هذا الليد فقط من نخلي نربط الشاحنة على اللايت، وهاي طريقته كلش بسيطة. اولا نجيب ليد، هذا ليد LED، هذا فولت. هذا نقول هذا الموجب وهذا السالب. راح نجيب مقاومة نربطها هنا الموجب. هاي مقاومة 1 كيلو. عندنا شو نسوي النوب. عندنا هذا المنفذ مال الشحن، هذا المنفذ مال بيه موجب وسالب. نجيب هذا نقول الشاحنة، هذا الموجب وهذا السالب. هذا الواير مال الشحن نقول الفيشة. هنا عندنا بالقطب الموجب، القطب الموجب نربط دايود. بحيث الدايود شو يسوي؟ انه يعبر لنا الكهرباء ما يرجع. الدايود وظيفته يعبر الكهرباء ما يرجع. هنا هذا السالب وهذا الموجب، هذا السالب اقطاب مالته، هذا السالب وهذا الموجب اقطاب مالته. ايش راح نسوي احنا؟ المقاومة مالت المربوطة بالليد راح نربطها وين؟ قبل الدايود. لان هذا اذا نلغي الدايود راح يشتغل عندنا. حتى اذا نفصل الشاحنة يبقى الليد ما يشتغل على البطارية. فايش راح نسوي على مود لا ترجع يعني الشحن او ترجع الكهرباء من البطارية؟ خلينا هذا الدايود بس فقط يعبر الشحن، يعبر فقط الشحن على مود لا يرجع لنا للليد. بحيث على مود من تخلي الشاحنة يشتغل عندك الليد فقط عند التوصيل بالشاحنة. فقط عندما تفصل الشاحنة يطفى الليد عندك. وهذا تربطه تودي للPMS او الPMS راح البطارية. هذا الموجب وهذا السالب. وهذا السالب تربطه على السالب. الربط على السالب. ايش راح يشتغل عندك؟ يشتغل عندك فقط عند التوصيل بالشاحنة. طاعي منه.
عندنا هنا شديناها اللايت، شديناها الخوذة. تقدر تلحم بيها هسه براحتك. تقدر تشوف